احداثها وبكل ولادها وبكل شبابها في كل المجالات. دايما من خلال مصر جميله بنركز على الجوانب الثقافيه بشكل عام وبشكل خاص جدا على الشعر، يمكن لاننا محتاجين بالفعل الكلمه الهادفه البناءه، الكلمه اللي تبني بلدنا وتحاول ان هي تعبر عن احاسيس المواطن المصري بشكل ايجابي. فقرتنا الحاليه هنستمتع بيها مع الشعر، واعتقد الشعر بيبقى ليه دور كبير جدا في يعني حفظ الهمم لحاجات كتيره قوي. خلوني ارحب بضيوفي اللي مشرفينا النهارده في مصر جميله. برحب بدكتور احمد رجب، وعلى فكره دكتور صيدلي. اهلا بيك يا دكتور، منورنا في مصر جميله. وكمان برحب بالشاعر محمد البياع، اهلا بيك معانا، منورنا. ومجموعه همس الكلام كلها اكيد هتكون ليها دور كبير قوي في الاشعار باذن الله. باذن الله باذن الله. تحبوا نبتدي منين؟ زي ما حضرتك تحب. انا بص، احنا جايين النهارده نسمعكم ونعرف كل حاجه، احنا مستمعين. مستمعين. يبقى هنبدا مع بعض بدويتو عامله انا واخويا محمد ان شاء الله. هو دويتو عباره عن تضافر قصتين مع بعض، حاجه وطنيه ان شاء الله بتلم شويه من احداث البلد. تمام، تكون البدايه. اخويا يا امي البياع ده شاعر، يبكي القلوب يهز المشاعر، بيضغط بشعره على جراح بلدنا ويكشف الحق للي مشاعر. يا رب ينور لاخويا بصيرته ويحفظ اخويا البياع وشاعر. اخويا يا امي مش عاجبه حكايته، بيرفع لاخوه بالاربع صوابع، واخوه اللي منه قديمه حكايته، بيرفع لاخوه اصبعين جنب صابع، واخوهم ومنهم بصابع وصابع، وقليل ما بينهم نلاقي اللي رافع لصابع يوحد الرب اللي شاهد والرب اللي سامع. ما تقوموا يلا تعالوا بينا نهد بايدينا الوطن، نجرح في بعض، نذبح في بعض، نقتل في بعض، ونشوف لنا كده كام شهيد راح يتدفن، ونبدل الفرح بعزا، وهكذا وهكذا نقلب ثياب العرس ونخليه كفن. ما احنا خلاص تهنا خلاص من بعضنا، ما بقينا تاني يد واحدة وفتحنا أبواب الفتن. ما تقوموا يلا تعالوا بينا نهد بإيدينا الوطن. اخويا يا امي بيحرق كنايس ويحرق جوامع، اخويا يا امي بيهدم في بيتي وبيته والنور اللي والع، بيردم في نيله ويخالف ضميره ويدمر مصانع، بيقتل قتيل ويمشي في جنازته كأنه لا شايف ولا حتى سامع، سنينه عجاف وايامه اختطاف وفي الغدر لامع، وشايف أرامل وشايف سكالة ولا حتى باكي ولا حتى دامع. وتعالوا بإيدينا كمان نخرب لنا كده كم محل، في لقمة ليعيش الغلابة، نهدم بيوتهم يشحتوا يتشردوا يتمرمطوا، ونسيب عيالهم لقمة سايغة ينهشوا فيها الديابة، ونزيد بطالة شعبنا ونعادي اللي مننا ونعلي في بلادنا المحن. ما تقوموا يلا تعالوا بينا نهد بإيدينا الوطن. أخويا يا أمي سافر وسابك، أخويا يا أمي قاصد خرابك، قاصد ينجس كل طاهر في إيدين شبابك، حالف يدنس طوب الطهارة وينزع ثيابك، ماشي يملس على اليتامى والأرامل بغدر اللي باعك. أخويا يا أمي إن يوم مرضتي عمره معادك، ولا في المآسي عزة ولادك ولا عمره فادك. وتعالوا بينا على الحدود، لموا العتاد هاتوا الحشود، جيبوا المدافع والأنابل والبارود، وبكل غل نشنوا واصطادوا أولادنا الجنود. خلونا نقتل حلمنا نقطف بإيدنا وردنا، ونسيب بلدنا وأرضنا تتوه في أنفاق الزمن. ما تقوموا يلا تعالوا بينا نهد بإيدينا الوطن. ما أنا الجندي اللي بيتي على الحدود، مستني موتي بيد أخوي، وإن قتلوني سبلوني ومن ثيابي جردوني وغسلوني وكفنوني وأنا في التابوت، انظري تلاقيني انتباه. أيوة انتباه، ما هو الانتباه مش بس صبعي خلف خياطة البنطلوني وبوزي باصص للسما، الانتباه في عشقي ليك يا وطن، كيف الصبية المغرمة قاعدة بتحسب كام سنة مرت في حبك يا جدع، يمكن يكون عدد السنين يشفع لها وتنور رضاه. ما هي دي الحياة، إنك تعيش لأجل العبادة والصلاة، وإنت في رحاب الأولية تدعي لخضر المؤمنة طول الحياة. وتعالوا بينا العم مينا نجره لينا ونقتله، ونقول عليه ده مسيحي كافر، والحج راضي جار عم مينا هنمسكه ننتفله دقنه ونسحله، ونقول عليه ده بدينه تاجر، ونرمي على بعض التهم ونعيش في دور المنتقم، والحب بينا يتردم. يا قلوب صبها العفن، ما تقوموا يلا تعالوا بينا نهد بإيدينا الوطن. أخويا يا أمي بيقول لن تكافر، هو أنا اللي بصلي وقضي النوافل، وبدعي لربي واستغفر لغافر،
ونفسي احج وللكعبه سافر وناوي ازوره وديني بعافر، ويقول لي اخويا يا اخويا انت كافر. يا ناس يا هو فوقوا بقى، قلوبنا ليه متفرقة، وحدتنا ليه متمزقة، ايدينا ليه متلطخة، بالدم ليه متغرقة، واحنا اللي كنا قلب واحد صبحت صفوفنا مشققة. ما تهموا يلا بينا تاني نعيد بناء مجد الوطن، بالهمة راح نبني الوطن، بالوحدة راح نبني الوطن، بالحب راح نبني الوطن، بالكلمة راح نبني الوطن. ادعي لنا يا امي، ادعي لنا يا امي لاجل نرجع حبايب، لاجل يجي اللي صافر، لاجل يجي اللي غايب، لاجل يجي اللي نادم، لاجل يجي اللي تايب، ونقعد في بيتنا حبايب حبايب، نسدد ديوننا ونمنع مصايب، وعلى منجد في بيتنا يتلموا الجرايب. انا بحلم يا امي والله غطايا هرب عني وانا نايم. ادعي لنا يا امي. الله على حضرتك. لا احنا مش بنحلم، ده شاء الله حقيقة مش وده واقع وهنعيشه وهنحققه. ورغم كل المواقف اللي انتوا حكيتوها واللي بنعيشها في مواقف كتير قوي، لكن دايما احنا بنبص من نص الكوبايه المليان. أكيد. بنبص ان في ناس بتبني، في ناس بتشتغل، في ناس بتحب البلد دي قوي، في ناس عندها ايمان بان طبيعتنا احنا كمصريين اللي اتربينا عليها بتلغي كل اللي بيحصل ده. إن شاء الله. وان شاء الله اللي جاي هيكون احلى واحلى واحلى باذن إن شاء الله. الله. همس الكلام مجموعة ثقافية شعرية بتقدم الأشعار وبتشارك في المنتديات الثقافية بشكل عام. يعني أنا عايزة أتعرف على المجموعة بشكل أكبر، بتضم مين من الشعراء وبتشارك إزاي في الحركة الثقافية؟ احب اعرف حضرتك ان همس الكلام نقطه انطلاقها من محافظه المنوفيه. احنا عملنا مجموعه، يعني بنسمي نفسنا مجموعه مجتهده، بنحاول الوصول او اثراء الحركه الثقافيه في مصر. بنحاول يبقى في كيان موجود، في كلمه هادفه موجوده. الكيان بيتكون من مدير مجموعه الشاعر ياسر عيد، في نائب المدير احمد رجب، المنسق العام استاذ محمد البياع، وفي المنسق العام استاذ احمد شعب رجب، وفي طاقم اعضاء مجلس اداره استاذ ابي الشعراوي، استاذ محمد الساعي. ده ليها هيكل يعني. هيكل اعضاء مجلس اداره. لا واحنا مؤسسة. بنقول احنا لينا ندواتنا الخاصه بينا، وبنعمل مسابقات بصفه دوريه، بنعمل لها حفل توزيع جوائز في محافظه المنوفيه نفسها. بنقول يعني نخرج للاقاليم بعيد عن منطقه القاهره الكبرى او الاسكندريه اللي هم المراكز القوى اللي موجوده في مصر بالنسبه للحركه الثقافيه. فبرضه الاقاليم فيها ناس بتتكلم، فيها ناس بتقول، فيها ناس عندهم كلمه كويسه وكلمه محترمه. والحمد لله بفضل الله احنا لينا برضه هنا وجود وتواجد في الصالونات الادبيه في القاهره، وكنا هنا ضيوف في متحف احمد شوقي، وكنا ضيوف في مركز طلعت حرب الثقافي، والحمد لله متواجدين على الساحه الثقافيه. تمام. استاذ محمد، دكتور احمد قال في مقطوعه في حته من القصيده بكلمه بنبني الوطن. اهميه الكلمه في ان كلمه واحده ممكن تبني، ونفس الكلمه دي ممكن تهدم، نفس الكلمه دي ممكن توديك لقدام، نفس الكلمه دي ممكن تشدك لورا. اهميه الكلمه ان نوصل بيها للناس. كلمه ربنا سبحانه وتعالى قال كلمه ممكن تدخل الجنه وممكن تدخل النار بكلمه. صحيح. فاللي يخليه كلمه تدخل جنه وتدخل نار وارد جدا انها تبني وارد جدا انها تهد. صحيح. فكلمه صوره ثابته وفرعها في السماء، كلمه لا يلقي لها بالا فتلقي به وتلقي به وتلقي به. فهي في الاول والاخر كلمه انا بقولها وحضرتك بتقولها، ولكن المتلقن بياخدها بطريقته وانا باخدها بطريقتي، وانا بديها بنيته وحضرتك بتاخدها بنيتك، وفي الاول والاخر كلمه. صحيح. وفي البدء كانت الكلمه، مش كده كانت ولا ايه؟ الكلمة. طيب يعني دكتور، بالتأكيد المشاركات في الحركات الثقافية والأمسيات بترتبط بشكل كبير جدا بالأحداث اللي بنعيشها. في الفترة الحالية احنا يعني تعرضنا للعديد من الهجمات الإرهابية، وللأسف الشديد فقدنا عدد من خيرة شبابنا نتيجة هذه العمليات الإرهابية. أنا أعرف إن في قصيدة باسم الشهيد أنتوا كمان عاملينها، ونحب نسمعها من حضراتكم. أستاذ محمد اللي يقولها، اتفضل. القصيدة دي ست طيبة جدا اسمها أم عبادة، شغلها وأكل عيشها من منخل، بتروح عند الناس ووردها الفلوس بتاعتها غلة وقمح. الله. عندها طفل، عن شاب واحد. فلاحة مصرية. فلاحة مصرية من بدو مصر. تمام. فجأة واحدها دوت اغتيل، دج بروج الغدر بعد صلاة الفجر، دس بارود انتشر شج صغير العمر، ويا حرجة قلبي على عبادة، ولد الخالة النخالة خرجت من درها كرحالة، بالقدم تخطي وحالة والجسد اتعرى كحوالة، بتستر رجعه بدبارة ودبارة تلحم في دبارة، والدمع كياكف أمطار، يتجفف لسعة جيالة،
ودي حمى جاتها بالهواد، والمنخل شغال كالعادة، ووحدها في عيونها ميلاده داير بيهرج كالعادة. وتفتح خالتي النخالة على زعجة صاحبه واتخاله، على حرقة قلبي على عبادة، والدم محمر أكفانا، والولد لا حول يا رجال. وبدمعة نسر من القادة مع ضحكة خالتي النخالة، دي جنازة ولدي أنا عبادة. طب كيف والبطنة ده بحالة؟ دي جنازة ولدي أنا عبادة. طب كيف والبطنة ده بحالة؟ طب أغمض ماني أضرب حالة. كان يجي ويجيب لي حلاوة، أروح أغمض ألقاها من شالة، أجي آكل ألقاها قطناية، يقوم يضحك ويضحك جدران القاع، والضحكة ترج نفضار. أجي أضرب يوجعني ذراع، أجي أزعج يدبدب بقدامه، ويفط ينط على صدرك دي بحالة، ويقبل حتى الرجعاية، ويغني ويقول موالة. يا زميلي في غيبتي بلا زمالة، راح نفطر كلنا زمالة، كرنيه عرضي والأعراض من صانة، ويا بديلي ما تبكي أنا راجع طوال. هستيريا الخالة النخالة بكتني وبكت رجالة، والمنخل على نعشه الدحرج دحراجة، ما وقفش غير تحت دماغه. والخالة بتجري ورا المنخل ريحالة، اتعطرت رجليها في حجارة، قام شالها نسر من القادة. ضع ولدك يا أمات عبادة، ضع سندك والغدر اهو طالة، منينا يا أم القتالة، بس وحق كتاب الله راح أجيبهم لو كانوا بغابة. ولا تبكي ولا تنعي عبادة، ما أنا ولدك أنا رهن إشارة، وفي منخل أمك يا عبادة راح أصفي دم القتالة. والخالة شوية بتزغرد ببلادة، وشوية تشق الجيب والسيالة، وشوية تدق النعش على عبادة. قوم يا ضنايا، قوم يا ضنايا، أنا من غيرك ما اسواش حاجة. قوم يا ضنايا، قوم يا ضنايا، ده من غيرك يقضيلي الحاجة. قوم يا ضنايا، دي أنا مش محتاجة لدي، أنا محتاجة لولدي. قوم يا ضنايا، قتلوك الخسس الجوادة، ذبحوك بالخسة بلا هوادة. ده أنا لسه الليلة حلمانة بخيالة، جايبين للزوادة، أتريكم انتوا الخيالة، وعبادة هو الزوادة. راح أجيل جوه في الجاعة، وفي حضن السترة والبيادة، راح أخمر ريحته العطارة، والضحكة الصدادة الردادة راح أسمعها، ولما أصحى هنادت قوم فاطت ناطت كالعادة. هستيريا الخالة النخالة بكتني وبكت رجالة، وراح نصحى على قتل إخواتك يا عبادة، وهننسى السترة والبيادة. هي بكتنا كلنا. ايه أنا آسف. لا قوية جدا، آسف قوية جدا، آسف إن كنت بكيت حد، بس ومعبرة فعلا جدا، وحاسس ان انا كنت نبعة من جوايا. بتفرج على الفيديو مسلسل. بتاعها قدامي. بالظبط، مسلسل. بالظبط. وهي بفضل الله بتتعمل دلوقتي مسرحيه، طبعا مجموعه نفس الكلام تبع فريق دلتا الابداع، مسرحيه مجسده ب2 مطربين و4 شعراء، الراوي والظابط اللي بيتكلم والست ام عباده، ونعش موجود وملفوف في علم مصر، لانها فعلا تستاهل انها تتقال، وده الواقع. تمام. في امور كتير ما احنا شايفينها، لو بصينا لام عباده هنعرف ان احنا هزينا مصر كتير. في كتير قوي ام عباده في كتير للاسف الشديد، يعني بنشعر بيهم، بتشعر بيهم كمان بقوه المراه المصريه لما يبقى ابنها شهيد وهي بتزغرد تقول انها بتزفه للجنه. هي دي المراه المصريه اللي دايما بتبقى يعني بتقدم ولادها فدا للوطن. ربنا يحمي ولادنا كلهم يا رب باذن الله. في نفس الوقت احنا بنشتغل، وفي نفس الوقت عايزين الكلام اللي يحسنا على العمل، ويحسنا على مواطن الجمال في حياتنا. زي ما في ناس بتستشهد، هي بتستشهد عشان ناس تانية كتير قوي تعيش، وناس تانية كتير قوي تحس بجمال بلدها اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أمر إن احنا ندافع عنه بشكل كبير. انتوا دوركم ايه في ده في الوقت الحالي في ظل الحركات برضو التنمية اللي احنا بنعيشها؟ احنا دايما بنحاول بالكلمة بتاعتنا نوصل لقلوب الناس، يبقى لها هدف. بننقد حاجات في المجتمع، بننقد سلبيات، وبرضه بنبرز ايجابيات. بنحس الناس على العمل، بنحس الناس على الاجتهاد في دنيتهم. بنحاول نقول كلمة اللي توصل وتأثر، مش مجرد كلمة تتقال حد يسمعها من ودن يطلعها الودن التانية، او تتسمع مجرد رقم في قائمة او حاجة وتترمي بعدين. لا، هي كلمة تأثر، الناس تشتغل بيها، تشتغل عليها، ونحاول بإذن الله تبقى لها هدف بإذن الله. انت قلت حاجه مهمه جدا برضه، يعني انا عاجبني كده. حضرتك بتصطاد من الكلام. ركز معايا. تحت امرك. احنا بننقد الحاجات اللي
اللي مش كويسه، تمام وبنبرز الحاجات الكويسه. تمام. اعتقد وده دور كل بني ادم. لا انا على فكره انا بحب النقد الاجتماعي. آه. انا بحب اكتب في النقد الاجتماعي اكتر منه، يعني مش وطنيات قوي قد دكتور ما أحمد اكتب عنده النقد نقد الاجتماعي اجتماعي تقريبا يعني بنظام متميز ساكر جداً. شويه، نظام حاجات آه. كده يعني بحب. عنده ما شاء الله المزاد وعنده نسمعه جميل. يعني اختار لنا حاجه بقى كده عمليه، حاله عمليه. على فكره ده بيستنكر نظامنا في بدم مصر خفيف. جميله إن شاء الله برضو، بإذن يعني احنا في مصر جميله بنقول في حاجات حلوه كتير قوي، أكيد. والسلبيات احنا لابد ان احنا نقول عليها عشان وكمان نقدر اما نهاجم نقللها. السلبيات بتاعتنا او نعرفها بتبرزي نقدر كده. نقدر نعالجها بعدين. لا في نصححها. فرق بين النقد العادي البناء والنقد الهدام. طبعاً. يعني في ناس بتنقد عشان خاطر تهدم، عشان توقع. مركزه على الحاجه عشان الوحشه توقع. بس. يعني مصر عباره عن قمامه وعشوائيات، قفل عين مصر وفتح عبارة عين. عن بلطجه طب هقول لك واقفين الاتنين. استاذ حاتم هقول لك الاتنين. حضرتك هقول لك وبيتكلموا حضرتك بس. استنى يا استاذ محمد. الاقونا الا دوا الا تري، مم. قرب قرب يلا يا بيه، معانا مزاد من نوع جديد، قرب جرب تخسر ايه، مزادنا يا بيه هنا للاخلاق، ما هتغرم فيه ولا حتى جنيه، الاقونا الا دوا الا تري، قرب قرب يلا يا بيه، معانا ضمير مات من سنتين والذمه معاه زي الاستك، وصاحبهم كرش ويجي مترين من كتر الاكل هيتفرتك، اصله بياكل مني ومنك والهبر كتير وهيشبع عليه، الاقونا الا دوا الا تري، قرب قرب يلا يا بيه، ومعانا نفاق في القيمه بيزيد بيعلي دايما في الواطي، جرب خد لك منه شويه والناس قدامك هتطاطي، طول ما تبوس الايد راح توصل، يبقى هتتعب نفسك ليه، الاقونا الا دوا الا تري، قرب قرب يلا يا بيه، ومعانا الكذب كمان بالكوم هيفكك من ايها دقيقه، وان مره وقعت في اي مطب هيحلك منه في دقيقه، ومادام الكذب بقى المنقذ يبقى هتحتاج الصدق في ايه، الاقونا الا دوا الا تري، قرب قرب يلا يا بيه، ومعانا كلام اشعار تعبان تهييس تهجيس على اونطه، هتقولوا واحنا نسقف لك حتى لو فيه مليون غلطه، ومادام الناس بتهلل لك يبقى هتحتاج الصح في ايه، الاقونا الا دوا الا تري، قرب قرب يلا يا بيه، ومعانا اغاني على افلام بهبطها هتلقى لحم رخيص، يلا يا راجل جن وفرفش متع نظرك يلا وهيس، طول ما الدنيا ماليها الهز يبقى تعوز الحشمه في ايه، الاقونا الا دوا الا تري، قرب قرب يلا يا بيه، في مزادنا الاخلاق الفالصو هنبيعها ونرميها ورانا، وهنرجع تاني لاخلاقنا زي ما ابونا ربانا، احنا يا رسمالنا في اخلاقنا، احنا رسمالنا في اخلاقنا، من غيرها ولا نسوى جنيه، الاقونا الا دوا الا تري، شطبنا يا سعاده البيت. الله عليك. الله. انت نقدت كويس إن أنت المجتمع آه. كله، وفي الاخر اديت رساله طبعاً. ان احنا نرجع لعاداتنا الحل. وتقاليدنا بينتقد والأخلاق ولكن اللي العلاج بنقول اهو، عليها. العلاج اهو. ما هو مزاد للاخلاق هو الفاسده، هو ده. عشان نرجع القيم والمبادئ والاصول اللي احنا المفروض احنا كلنا متربيين عليها، دي عاداتنا هنا في مصر، ده اصل مصر، تمام ده اصل بلدنا يعني مش حاجه تانية. تمام. ويمكن انا شايفه ان في القصايد بتاعتكم دايما بتركزوا على الشكل العام المرفوض، بتدوا له المساحه، وفي النهايه بنقول الرفض ليه، في الآخر واحنا محتاجين قلنا ايه قلنا وبعدين بشكل قلنا في كبير. الاخر ادعي لنا يا امي لاجل نرجع حبايب كده، يعني جمعنا في الاخر، وهو برضه في الاخر قال الحل كذا وكذا رسالة وكذا، دايماً رساله في الآخر. رساله موجزه والحدق يفهم. بالظبط. لا، لازم كلنا نفهم. شعب ذكي جدا. عبقري عبقري. بيطلع كل حاجه من بين السطور كمان. طب احنا قدامنا يعني وقت قليل برضو، حابين ان احنا نسمع حاجه، هتختاروا لنا ايه بقى؟ محمد الاول وبعدين ان شاء الله وراه. طب اوكي. نقول نخرج بقى عن الجو ده شويه ونقول سبحانه. سبحان سبحانه بيدو الحج، جلل جمر ينشج، واما الصغير نطج كانت رحمه للصديق، سبحانه جوم سبح، لا بد راح تربح، تلقى السرر مطرح تشرب من اللبريق، سبحانه فم طاره وطيوره يوم طاره، ترقد في امطاره وتطير تبل الريق، سبحانه يوم انزل اكرم نبي منزل، يا رب ما تنزل يلل صلاة الدوق، سبحانه يوم ارسل اعظم نبي مرسل، صلي عليه توصل تعلى جواره فوق، سبحانه قول للسبح حوتك يا يونس سبح، وابن الخليل من ذبح نزل الفدا من فوق، سبحانه من سواني من نطفه سواني، ده الخمر فوق في صواني تاركها فوق هيدوب. الله، سبحانه سبحان الله. حته رومانتك شويه. اتفضل يا دكتور.
أنا الساعي عشان ترضي، أشيلك عندي بين رمشي. يا سنة قلبي يا فردي، ده موتي لو في يوم تمشي. ولو قلبك فرق أرضي، هسيب جسمي أكيد وامشي وأكون ميت فدا عيوني. أنا اللي عاشق تراب رجلك وعطر أنفاسك الدافية، ودايما ببقى محتاجلك بلمسة إيدك الشافية. ومهما بعدت بندهلك يا ضحكة قلبنا الصافية. ده أنا يا قيسك ومجنونك، أنا الممسوس بعفاريتك. في مصباحك أنا الجني، بطل فارس في حواديتك. ما تستغنيش في يوم عني، فقير محتاج بباب بيتك. يا ريتك بالرضا تحني، ده أنا يا عشقك ومفتونك. أنا الوردة اللي بتفتح على خدود ناعمة كالتفاح. أنا النسمة اللي بتصبح على جبينك في كل صباح. يا قمرة في رمشها بسرح، وبين أحضانها أنا برتاح. ما أنا الساعي عشان ترضي، أكون ميت فدا عيوني. الله عليك يا رب. الله. الله عليك. يعني الحقيقة الأشعار مخليانا عايزين نسمع أكتر وأكتر، بس للأسف الشديد وقتنا خلص. احنا بنشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده وعلى الأشعار الجميلة اللي احنا استمتعنا بيها، وتحياتنا بقى لهمس الكلام كله. شكرا لحضراتكم، شكرا جدا لحضرتك. شكرا لكم ونورتونا. مشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اتعشى انها تكون عجبتكم. نشوفكم بكره ان شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم.